لو في أي إنسان فاكر إن هو ممكن يمشي في الحياة وينجح ويستمر من غير مساعدة أي بني آدم، الإنسان ده مخطئ جدا جدا جدا. إن أنا بيبقى عندي توقعات معينة من شخص اللي بيجيلي مش هو اللي أنا متوقعه. اهلا بيكم معانا في بودكاست جايلك في حوار. انا رضا علي، والنهارده بنتكلم على مفهوم السند واهميه ان يكون في سند لكل واحد فينا في الحياه. النهارده برحب مع ضيفي فيصل البابلي. اهلا بيك يا فيصل. أهلا يا رضا، إزيك؟ فيصل يمكن اعرفه بقالي اعتقد مش عارف داخل في 3-4 سنين دلوقتي. آه، يعني فيصل بعتبره زي يعني اخ كبير، او بقول الشخص اللي لما بحتاج حاجة او معلومة جديدة بقول فكر مختلف، رؤية مختلفة للحياة في بعض الحاجات. فعشان كده يمكن بقول ببقى مبسوط دايما كل مرة بقابلك، سواء اونلاين او حتى لما بتقابل فيس تو فيس. بحب الكلام معاك لانك بتورينا بعد تاني مختلف. النهارده جايين نتكلم على مفهوم السند. فخلينا نبتدي بالسند. يعني ايه سند بالنسبة لك؟ قبل ما أتكلم في السند، عايز أقول بس إن كل حاجة هنتكلم فيها هي رأي، وفي فرق كبير ما بين الرأي والمعلومة. صحيح. فاللي أنا بقوله ده رأيي، وانت ممكن توافق عليه وممكن تختلف معايا قدامي كمان، يعني مش بس يعني مش في انا عايز اي حوار يبقى فيه رأي وتبادل الرأي، وان رأيي ممكن يبقى مناسب ليا ومش مناسب لناس تانية وفايس فيرسا. واهم حاجة بقى ان اختلاف الرأي لا يفسد لا الود يفسد قضية. الود قضية. انت عارف دايما رأيي زي ما اتكلمنا كتير جدا زمان، اولا في اختلاف كبير ما بين الرأي والمعلومة، والناس بتلخبط ما بين الموضوع ده واللخبطه كمان بتزيد لما بحب اجيب معلومه تفيد رايي، فادور على المعلومه علشان اظبط رايي. لكن الاهم هو اختلاف الراي لا يفسد الود قضيه، بل بالعكس انا بشوف ان اختلاف الراي المفروض يقوي الود. لان انت لو مستريح مع حد لدرجه انك ممكن تختلف في الراي معاه قدامه، العلاقه دي بتبقى اقوى بعد اختلاف الرأي. واختلاف الرأي مش معناه ان انتوا كمان توصلوا لرأي واحد، انتوا ممكن تمشوا انتوا الاتنين وكل واحد عنده رأيه، بس اتليست اتعرف على رأي جديد، اتليست هيفكر فيه. كمان شهر شهرين ممكن يبقى في الموقف ده، يفتكر الرأي اللي اتقال له. فأنا شايف ان دي نقطة مهمة جدا جدا في حياتنا، واحنا بناخدها على انها حاجة صعبة او حاجة بتضايق، بس فعلا اختلاف الرأي مفيد جدا جدا جدا. انا ليه جاي اتكلم النهارده على مبدأ السند؟ لان انا واحد عادي عندي 49 سنة، اشتغلت جوه مصر وبره مصر، اتعرضت لثقافات كتيرة، اتجوزت مرتين، عندي بنتين، واحدة 18 واحدة 13. فعندي شوية خبرات حياة كده، شوية لايف اكسبيرينسز اقدر افيد بيها شوية ناس، او يقدروا على الاقل لو سمعوها بعض منهم يعمل بيها حاجة او التاني يسيبها. موضوع سند ده موضوع كبير جدا. الموضوع ان لو في اي انسان فاكر ان هو ممكن يمشي في الحياة وينجح ويستمر 70 75 80 سنة، ربنا يدي الناس كلها الصحة، من غير مساعدة اي بني ادم ومن غير مساندة اي شخص او اي مؤسسة او اي حاجة، الانسان ده يعني بجد مخطئ جدا جدا جدا. واحنا زمان واحنا شباب بنفتكر ان انا هخبط ايدي في الحيطه هخرمها. فالواحد بيبقى عنده قوه مش بس جسديه وفي المخ كمان. بيبقى عشان كده تلاقي الشباب بياخدوا ريسكس اكتر بكتير من الكبار، لانه بيبقى فاكر ان انا هزق والدنيا وهعمل، بس هي في الحقيقه انت بتحتاج سبورتنج سيستم كبير جدا 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 من نواحي كتيره. وده اي ثينك اللي احنا هنتكلم فيه النهارده بالتفصيل. فالسند والمساعده والمسانده مش بس جزء مهم في الحياه، هو ما ينفعش الحياه من غيره. يعني مستحيل مستحيل شخص، جيب اعظم انسان جه وتألق واشتهر ونجح، وجيب اي حد، يعني اي حد بره مصر، اي حد جوه مصر، اي حد، مفيش حاجه اسمها سيلف ميد مان او سيلف ميد وومن، ان انا عملت نفسي بنفسي. مفيش حاجه اسمها كده.
حتى اللي بيقول انا عملت نفسي بنفسي، حتى اللي فاكر انه عمل نفسه بنفسه، هو ما عملش نفسه بنفسه. هو في ناس كتيرة جدا جدا ساعدته انه يقدر يعمل حاجة من نفسه. طيب فيصل، خليني اقول يمكن خلال يعني تجربتي كشاب اتربى في دار ايتام فتره، بقول للاسف الواحد من كتر ما بيتغير عليه مقدمين رعايه. وهنا بقول مقدم الرعايه ده ايه هو ده يا رضا عشان الناس مش عارفه. هو الشخص اللي بقول في مقام الاب والام اللي بيربي الشباب جوه الدور، سواء بقى مدير، سواء هو ده المشرف، او حتى الام البديله. يعني بسبب تغير الكتير اللي بيحصل دوت، للأسف الشباب بنفقد الثقة في الأشخاص اللي كنت بعتبرهم، أو يعني بعتبرهم دول اللي بقول السند، أو دول المصدر الأمان بتاعي. إزاي الواحد يقدر بعد كده لما بيخرج من الدار ويبتدي يتعامل مع المجتمع يقدر يسترجع واحدة واحدة تاني إنه لأ، في ناس ممكن تبقى هي دي السند بشكل مختلف. ممكن ترجع تاني فكرة انه لانه خلاص بيبقى حاط على عاتقه انه زي ما كنت بتتكلم من شوية، انه خلاص انا لوحدي في الدنيا، وانا محدش مهتم بيا او كده، فانا خلاص بقى انا الاسد، يلا في ايه، انا هجري انا اللي هجري وانا اللي هعمل ومفيش حد معايا. فانا هعتمد على فكرة انه empower myself بشكل معين. شايف ازاي ده ممكن يبتدي الشباب واحدة واحدة يدوروا على فكرة السند دي مرة تانية؟ طيب ده سؤال كويس جدا ومهم جدا، بس خليني قبل ما نط لنقطة السند هو إنسان، تعال نتفق الأول هو إيه هو السند. لأن إن أنا أوصل لأن السند إنسان، وإن السند هو مقدم الرعاية أو مشرف الرعاية، دول 2 steps. لكن قبل ما نوصل لل2 steps دول، في step أولانية هو ما هو السند أصلا. لأن في ناس مثلا بالنسبة لها السند الفلوس، في ناس بالنسبة لها السند هي العيلة، في ناس بالنسبة لها السند هو الشغل، وفي ناس التايتل بتاع الشغل هو ده اللي أو الشهرة أو السند. أفكار، هي فكرة بس المانيفستيشن بتاعها أو بتظهر في إيه؟ بتظهر في حاجات كتير. في ناس السند بتاعها مؤسسات وطنية، فالسند بياخد أشكال كتير. في رأيي أنا الشخصي، لأن في مبدأ برضو اتكلمنا فيه أنا وأنت كتير قبل كده، اللي هو الفاعل والمفعول به. إن أنا بحب أحاول أبقى فاعل، وساعات ببقى مفعول به غصب عني، فبتعامل مع الدنيا لما ببقى مفعول به، بس يعني بحاول على قد ما أقدر أبقى فاعل. أنا في رأيي أنا الشخصي، وبرضو نتفق أو نختلف، وكل الناس عندها كل الحرية أنها تتفق أو تختلف، السند الأولاني هو الإنسان نفسه. ده رأيي أنا الشخصي، إن الإنسان نفسه هو سند نفسه. في حاجتين مهمين قوي في موضوع إن الإنسان يقدر يبقى سند لنفسه الأول، قبل ما يبقى سند للآخرين أو قبل ما يحتاج سند من الناس. الجسم والمخ. ما هو السند يعني إيه؟ السند يعني أنا هسند عليك شوية لما الدنيا تيجي عليا، أيوة الدرب، أو في موقف صعب، أو بستشير، أو يعني في حتة بس مش حتة بوزيتيف. يعني انت يوجولي انت بتروح للسند لما الدنيا ما تبقاش بوزيتيف قوي يعني. فانا في رايي ان اول سند واهم سند هو الانسان، واهم حاجتين في دول هو جسمه ومخه، لان دول اللي بيكملوا معك. هو ده اللي بيزق، لان انت دلوقتي بتفكر في سندك دلوقتي وانت في العشرينات والثلاثينات، لما ده تيجي تزق معايا شويه وتطلع معايا شويه، هتلاقي ان انا يعني بدور على ركب عشان تبقى سندي واللور باك والكتفي اللي انا عامله. يعني السند اكبر فالجسم، ودي حاجه انا اتعلمتها لما كبرت بصراحه. فيعني انا عارف ان انت والناس اللي في السن ده مهما قلت ومهما حلفت ومهما عملت لكم مش هتخطر على بالك في يوم من الايام انت صحتك هتبقى عامله ازاي، مش هتخطر. لكن عند 40 كده في حاجات بتحصل
عند 45 في حاجات كتيرة قوي بتحصل، انا مستني لسه ال50 هقول لك بقى لما تحصل. لكن فان انت تبني السند اللي هو جسمك يواكب الزمن ده، لان انت عايز لونج تيرم سند، انت مش عايز سند ينفعك بس دلوقتي او تسند عليه فترة قصيرة. فانا شايف ان الجسم اللي هو الصحة بتاعت الجسم وصحة المخ وادراك المخ وان افتح مخي وان انا احاول الم معلومات واحاول افتح مخي لاراء مختلفة وان اتطور مع الزمن وما بقاش في يوم من الايام irrelevant تماما للي بيحصل حواليا، ولا انا عارف الشباب دول بيعملوا ايه، ولا انا عارف بناتي بيعملوا ايه، ولا انا عارف الناس دي بتتكلم ازاي، ولا إن المخ لازم يتطور مع المعطيات الجديدة، لان في حاجات بتتغير وبسرعة فائقة. ففي رأيي السند الأساسي هو البني آدم، الشخص نفسه. وأهم عاملين في رأيي أنا، وفي عوامل كتيرة بس أهم عاملين في السند الشخص هو جسمه ومخه، والاتنين بيكملوا بعض. عشان ألخص النقطة دي، مفيش إنسان يقدر يعيش من غير سند، والسند كمنظومة كاملة كسبورت سيستم كامل، مفيش إنسان يقدر يعيش من غيره. لكن في رأيي أنا الشخصي أول حاجة وأهم حاجة في المنظومة دي اللي أنت بتحاول تبنيها لنفسك، السبورت سيستم اللي بتحاول تبنيه لنفسك، هو أنت جسمك وعقلك، إن دول يبقوا في حالة يقدر يخليك سند لنفسك وللآخرين. اوكي، فبقول بعد كده ايه الخطوة التانية اللي بقول بيها الشخص بيبدأ يختار بيها السند؟ او بقول يعني ماشي خلاص، اعتمد على نفسه وان الجسم والعقل هم دول السند اللي هيكملوا معاه باقي حياته عشان يقدر يكمل في حياته. ايه الخطوة التانية عشان الواحد يبني زي ما حضرتك قلت من شوية منظومة السند؟ ايه الخطوة التانية؟ منظومة السند دي مهمة قوي ان احنا نفهم انها ما بتتبنيش في يوم وليلة. هي مش بتقول انا هبتدي بقى النهاردة اعمل منظومة السند، هي مش كده. هي بتاخد وقت طويل جدا، لان اول ما بتخرج السند ده منك انت لحد تاني، يعني خلاص خلصنا موضوع ان انت الانسان المسؤول عن تبقى السند بتاع نفسك الاول، خرجته لحد تاني. لو الحد ده مؤسسة او بني ادمين، لازم بيبقى فيها عامل الثقة، ولازم عامل كبير جدا علشان تقدر تسمع الكلام، يعني تستمع له. لكن لو مفيش ثقة، مش المساندة دي انت مش هتعرف تستفيد بيها قوي، لانك مش واثق في الشخص اللي بيدي السند ده او المساندة دي. الثقة بتيجي بحاجتين، بتيجي من التعامل وفاكتور كده في الوقت، يعني التعاملات تايمز الوقت يطلع ثقة. طب اوافق هنا، الواحد اللي اتخذل كتير جوه تاني زي ما بقول، احنا كان دلوقتي على الشباب اللي اتربوا في دور ايتام بسبب مقدمين الرعايه اللي اتغيروا كتير في حياته، او مثلا بقول كفلاء او متطوعين اللي كانوا مثلا بيوعدوا وعود كتير وللاسف ما كانتش بتتحقق. لما بيجي يخرج دلوقتي خلاص زي ما قلت، كان بقى خلاص قرر ان هو يعتمد على نفسه او whatever يعني، وحصل له خذلان كتير. ازاي يقدر يسترجع تاني موضوع انه يبتدي يثق في الناس اللي حواليه؟ يعني السؤال ده مهم جدا وكويس جدا، بس انا عايز ما اتكلمش عليه ان هو في موضوع بس دور الايتام وفي السند. هو سؤال اكبر من كده بكتير، وهو ان انا بيبقى عندي توقعات معينة من شخص، واللي بيجيلي مش هو اللي انا متوقع. هو ده يعني ببساطة اللي انت قلته عن ان انا مثلا طفل او شاب في الدار، وعندي توقعات من المشرف، والتوقعات دي ما بتتحققش. يا اما المشرف بيمشي، انا فاكر ان المشرف هيقعد معايا المدة كلها، بيمشي لظروف تانية، يا اما المشرف بيعمل حاجة بتضايقني او ما بيعملش حاجة كنت عايزه يعملها. يعني هي كلها expectations versus reality كلها. لكن هتلاقيها كمان ما بين الست وجوزها، والراجل ومراته، والست ومديرها، والراجل وولاده، والاخ واخته. هتلاقي كل العلاقات فيها حتة الاكسبكتيشنز والرياليتي. الجاب دايما الفرق ما بين الاكسبكتيشنز والرياليتي، هنا تعيش التعاسة،
هنا الجاب دي ما بين الاكسبكتيشنز والرياليتي في المطلق. تعالى مثلا نروح انا وانت دلوقتي نتغدى في مطعم جميل جدا من بره، انت دخلت انبهرت، فتحت المنيو لقيت اسعار خرافيه، بالذات في الزمن اللي انا فيه ده بلاقي اصفار كتيره جدا في كل حته بروحها، فمش عارف اعمل ايه. أم، فانت بقى عندك اكسبكتيشنز ان الاكله دي هتيجي هتطيرك، مش يعني هترجع تحكي عنها. الاكله دي بدل ما تيجي 10 من 10 جت 9 من 10. انت عندك 1 point disappointment. فلما الواقع بتاع الاكله طلع 9 من 10 انت اتضايقت، انت زعلت مع انها 9 من 10 اللي هي اصلا يعني صعبه جدا انها تتحقق. فهي الاكسبكتيشنز، التوقعات دي هي في رايي انا بتسبب مشاكل كتيره جدا في رايي انا في الحياه في المطلق، وبتطبق كمان في السند عامه او في الناس اللي انت بتثق فيهم. طب انا ما بعرفش اغير البني ادمين، يعني انا غير قادر اني اغير الواقع اللي حواليا كله. يعني المشرف، انا غير قادر ان انا ما اغير المشرف، او ان انا غير قادر ان انا اغير اصحابي، او انا غير قادر ان انا اغير مراتي، او يعني انا غير قادر ان مش كل الواقع اللي حواليا هقدر اغيره. فبالتالي اقدر اغير نفسي والتوقعات بتاعتي. وهي دي التوقعات بتاعتي. فانا اقدر انا علشان ادخل المطعم اتبسط من الاكله دي، انا توقعاتي من المطعم دي 5. مهما قال لي ومهما عمل اعلانات ومهما رسم ومهما انا توقعاتي 5. لما بتيجي 9 ببقى طاير من الفرحه. المطعم ما اتغيرش في اي حاجه، ما فيش حاجه اتغيرت، نفس الجوده. لكن انا اللي اتغيرت من جوايا، انا اللي غيرت الاكسبكتيشنز بتاعتي، انا اللي غيرت توقعاتي. فبالتالي الحقيقه نفسها اتغيرت. لان الحقيقه اتغيرت ازاي؟ هي الحقيقه ما اتغيرتش خالص، لكن بالنسبه لي الحقيقه دي اتغيرت، لان الحقيقه دي بقت سعيده بالنسبه لي، بقى في ذكرى سعيده في المطعم ده بالنسبه لي، مع ان مفيش حاجه في المطعم اتغيرت غيري انا الوحيد اللي اتغيرت، اللي غيرت توقعاتي. فانا دايما بتسال من ناس كتير قوي، بالذات في موضوع الاصدقاء وازاي اثق في الناس والكلام ده. بصراحه هو مفيش فورمولا، يعني مفيش اي معادله اقدر اديها لك انك تدخل انبوت معين 1 2 3 يطلع لك خد محمد ده كويس. مفيش حاجه اسمها كده. الموضوع الصديق الوفي والكلام ده بجد انشا ومش حقيقي. لان يعني ايه الصديق الوفي؟ يعني هو وفي 100% من الوقت طول عمره ليا؟ ما هو ده كمان برضو يعني، طب ما هو بني ادم، ويا فاهم قصدي يعني. فمفيش معايير قوي كده للبتاع. لكن مثلا هسألك انت ازاي تعاملت مع لما مشرف او واحد صديق او واحد كان عندك توقعات عالية منه لأي سبب من الأسباب، وما حسيتش إنه رد لك التوقعات دي أو حققها بنسبة معينة؟ حسيت بإيه الأول وتصرفت إزاي؟ خليني اقول طيب على مدار حياتي، سواء انا خليني اكمل الاول وانا في الدار. تمام. تغير المقدمين الرعايه عليا ومستوعين وكده، الموضوع كان بيبقى اول مرتين صعب قوي. بعد كده بتحس انه يعني عارف انت اللي هو ايه، خلاص انت كده كده يعني اللي هو بقيت اسمها بيسموها ايه، جبلة في المشاعر at some point. خلاص بقى بتبتدي تعود انه بقى التوقع زي ما انت بتقول هو بقى للاسف الاساسي هو الخذلان، انه ده كده كده هيمشي، ده كده كده مش قاعد، ده كده كده مش هيعمل اللي انا عايزه، ده كده كده مش حقيقي، هيوعد واكيد كده كده مش هيوفي. فخلاص فبقيت يعني لما حد بيوفي ببقى مبسوط، يا ده وفى، ايه ده ممكن يبقى كويس. فبقى الديفولت للاسف الشديد، وبقول للاسف لان ده بيخلي ده بيأثر بعد كده على تصرفاتي مع الناس وعلى علاقاتي وعلى لما بخرج بعد كده. بقول حتى كمان مع صحابي اللي بره، بيبقى دايما الاول انه لا خلاص، انا اتأذيت كتير لما كنت بحط توقعات زي ما انت كنت بتتكلم كبيره للاشخاص اللي حواليا، وفي نفس الوقت بقول يعني بتتخزل كتير برضو
بسبب وعود بتسمعها كتير وما بتتحققش. فخلاص فانت بقيت بتقرر انه طيب لا انا الأسوأ، او ان الشخص يعني الى ان يثبت العكس، هو اكيد هيخذلني الى ان يثبت العكس، هو مش هقدر اثق فيه تاني الى ان يثبت العكس. وده لحد ما مرحله ما بدات اخرج خلاص بقى، وبدات استقل وبقيت قاعد لوحدي، او انا وحد مثلا من اخواتي في مرحله اللي بقول عليها الرعايه اللاحقه، وهي دي الفتره اللي بنخرج بيها من الدار، ويعني لحد ما تتاهل وتبقى تمام جاهز ان انت تبقى مستقل عن البيت تماما. بتبتدي بقى زي ما انت كنت بتتكلم من شويه فيصل، برضو فكره الوقت والثقه. يمكن خلاص اللي هو اديني اماره بقى ده المفهومي في الحياه، او انه يعني انت كل واحد مثلا جاي يقول صديق جديد، انت خلاص بقى بتبتدي تتعامل بقى مع المجتمع، الشغل، الجامعه، النادي، حتى لو انت بتبتدي تنزل تتطوع وتعمل اعمال مجتمعيه، بتبتدي تتعرف على مجموعات جديده من الناس. فبالنسبه لك انه كل ما حد يجي مثلا يبقى صاحبك ومش عارف ايه، طيب اديني اماره عشان تبقى صاحبي، او اديني اماره ان انت شخص كويس، او وهكذا. وفين وفين لحد ما زي ما انتوا مع الوقت بتبتدي والله لا ده صدق معايا كم مره، والله لا ده طلع كويس في كذا. فزي ما انت يمكن بقول اللي انت قلته، هو التوقعات لما حددتها شويه او نزلت بسقف توقعاتي، الدنيا بقت احسن شويه، او بقيت صلب اكتر في ان انا مش سهل ان انا اتاثر قوي، او ما بقاش مفعول به قوي في المجتمع. يمكن ده ممكن ياخدني بقى للجزء الثاني،